بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبأحسن صحة وحال يا رب. لو أول مرة بتشوفوا القناة يسعدني جدا ويشرفني انضمامكم لعيلتنا الجميلة، وكمان يسعدني أكتر لو هتكتبوا لي كومنت، تكتبوا لي رأيكم في الأكلات والوصفات والميزانيات اللي بنقدمها. وكمان أنا تحت أمركم، لو محتاجين طلبات أو أي استفسار أنا تحت أمركم، هرد عليكم إن شاء الله. ويا ريت تفعلوا كده زر الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد، وكمان ما تنسوش اللايك الحلو اللي بيخلينا فرحانين ونكمل مع بعض إن شاء الله، وأكبر عدد من الناس يشوفوا الفيديوهات بإذن الله. في البداية كده نحب نسمي الله ونصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام. وكمان ما ننساش طبعا إخواتنا في فلسطين في الدعاء، ربنا يا رب ينصرهم نصرا عزيزا قويا ويرجع لهم أرضهم تاني ويحررهم ويصبر قلوبهم ويرحم موتاهم، اللهم أمين. في بداية الفيديو بقى أحب أقول لكم إن الفيديو النهاردة جامد جدا جدا، فيه أفكار حلوة جدا جدا جدا. وكمان الناس اللي بتبقى محتارة تعمل إيه وإيه جنب إيه، طبعا بحاول إن أنا على قد ما أقدر إن أنا أفيدكم الناس اللي لسه بادئة في الجواز جديد، ونبارك لهم كده ونقول لهم ألف مبروك كده لعرايسنا الحلوين، وربنا معاهم وربنا يقدرهم يا رب كده ويفتحوا بيوتهم بكل خير ويملوه بكل خير وبركة يا رب. في البداية الأكلة الحلوة السفرة الجميلة اللي قدامكم دي كلها معمولة بكيلو سمك واحد. أيوه طبعًا كلكم اتعودتوا، الناس اللي عارفاني عارفة إن كل أكلاتي اقتصادية وعلى قد الإيد، حتى كمان العزومات. ابتدينا بقى كده يومنا بعد ما فطرنا كده وضبّطنا الفطار، و فطرت أنا والولاد وزوجي، عملت كده فنجانين شاي حلوين عشان نضبط بقى الكلام. وما صدّقت لقيت العنب ده في السوق، ما صدّقتش نَفْسي إن هو لسه موجود، جِبت للولاد لإنّهم بيحبوه جدًا، وأنا كمان بصراحة باحبه جدًا. وعجبني السردين، بُصّوا بقى ما شاء الله لا قوة إلا بالله، لونه باحب لونه بيغريني بجد، اللمعة بتاعته، اللون الفضي بتاعه اللي بيلمع الجميل ده، بيغريني إن أنا أجيبه لمّا باشوفه في السوق. فده كان كيلو سردين واحد، هاعمل منّه كذا صنف، تقدري تطبّقي بقى الأصناف ديّة، ما ممكن تعملي صنف واحد منهم في اليوم، هيبقى فُل وحلو أوي. وكمان تقدري تعملي زي كده وتنوّعي بقى لولادِك وتبهري جوزِك كمان بشطارتِك، وتعملي من الكيلو عزومة كاملة كده إيه، يعني تعملي لهم سُفرة وليمة يعني بالكيلو السمك السردين. في البداية كده هنسمّي الله، أنا غسلت طبعًا السردين بتاعي كويس جدًا، و هاحاول إن أنا أقشّره، لإن أنا هاعمل إيه النهارده، هاقسّم الكيلو ده على 3 أجزاء. أول جزء أنا عشان عندي ولاد صغيّرين، أنتم عارفين ولادي صغيّرين في السِن، فبصراحة عشان أقعد أأكّلهم سمك لازم يا إمّا أأكّلهم قبل أمّا أقعد أنا وزوجي نتغدى، أو إنّي أقشّر لهم سمك لوحده قبل الأكل وأنا مثلًا باجهّز الغدا، أو إن أنا أقعد بقى على الأكل مش هاكل غير آخر الأكل خالص لمّا أأكّلهم هُم الأول. وطبعًا لإن أنا هاقشّر لهم السمك لإني هاخاف إن حد فيهم تيجي شوكة في بُقّه والّا حاجة، فالموضوع بيبقى مُتعب في يعني في إن أنا أعمل سمك للولاد. فقررت إن أنا النهارده هاعمل لهم السمك بتاعهم هُم مخلي. السردين أيوه، أنا جرّبت قبل كده معاكم كفتة السردين وكانت تحفة، تحفة بجد. هتلاقوا الوصفة على القناة جميلة جدًا، هي أكلة مغربية أصلًا بس ما شاء الله تحفة بجد. كان أول مرّة إن أنا أجرّبها ولقيتها حلوة جدًا فاعتمدتها، بس المرّة دي قُلت هاغيّر وهاعمل لهم بقى السردين بانيه، ففتحت السمكية وشِلت منها السلسلة طبعًا البطن بقى، وكان بيبقى في شوك خفيف كده في الجناب، برضه نخلّي بالنا ونشيله. والموضوع سهل جدًا يا جماعة مش صعب والله بجد خالص. طبعًا هنا البتنجان بتاعنا كان اتشوى، حطيته على البوتاجاز كده على عيون البوتاجاز اتشوى، شويت بتنجانتين حلوين، لإني هاعمل حبة بابا غنوج بقى إيه بالطحينة اللي إحنا كنا عاملينها مع بعض في الفيديوهات اللي قبل كده، وبرضه اللي حابب يشوف الوصفة هتلاقوها منفصلة فيديو لوحدها على القناة. وهنا بقى هاعمل إيه، قسمت السمك بتاعي أهو خلاص، خلّيت أول تِلت، وهاخد التِلت التاني هاعمله صينية. لقيت عندي بطاطستين كده، فقُلت إيه، هاعمل بقى صينية كده صينية سردين بقى كده بالتحبيشة بتاعتها بتبقى خطيرة. فرشت بصل تحت وكمان بطاطستين كده قطّعتهم، وهنا بقى عاملة تحبيشة كده في الطبق اللي قدّامكم ده، قرنين فلفل أخضر، على طماطمتين مقطّعين، على جزراية مبشورة، وليمونتين كده مقطّعين شرايح، وكمان شوية توم. وهاتبّل بقى السمك بتاعي، السردين بتاعي كده، وطبعًا السردين بيحب جدًا الليمون،
يعني لمّا نيجي نعمل صينية سردين كده نحط ليمون، وطبعًا أنا عشان هنا الكمية صغيرة مش كبيرة، فأنا قطعت ليمونتين بس، وحطيتهم كده وزّعتهم بطريقة حلوة، وكمان التوم مع السردين بيدّي برضه طعم للتتبيلة جميل جدًا، والجزر بيحلّي طبعًا القيمة الغذائية، وكمان بيدّي طعم حلو برضه مسكّر كده مع البطاطس والخلطة بتاعة البطاطس. هنقطّع بقى الكام قرن فلفل بتوعنا، هنا دول كانوا باردين عندي، أنتم عارفين أنا ما باقدرش إن أنا أعمل أكل حامي، بس طبعًا اللي حابب يحُط. وكمان بقى هنتبّل السمك بتاعنا، توابل السمك معروفة اللي هي بهارات السمك، لو هنجيب بهارات جاهزة أو هنتبّل بقى بليمون وملح كمّون. كمّون طبعًا لازم يبقى كمية حلوة كده محترمة، لإن السمك بيحب الكمّون جدًا. تمام، والسمك اللي أنا خليته برضه ده أنا تبّلته بنفس التتبيلة، ملح وكمون، وعصرت عليه ليمون، نُص ليمونية كده، عشان بس أنا مش عايزاه يتهري في التتبيلة، لإن الليمون طبعًا عارفين إن هو بيسوّي شوية الحاجة، فمش عايزاه يتهري عشان أعرف إن أنا أحطه بقى في الخلطة بتاعته وأتبّله وأقليه. تمام، ورشيت رشة زيت خفيفة كده من على الوش، وهادخّل بقى الصينية بتاعتي دي الفرن، ونشوف النُص اللي هو التِلت الأخير هنعمل بيه إيه. هنتبّله هو كمان برضه بملح وكمون وبهارات سمك، ومش هنعصُر عليه ليمون. تمام، هنشيل بقى اللي هو الحاجات اللي إحنا التلتين اللي تبّلناهم دول هنشيلهم في التلاجة، ونبدأ بقى نجهّز بقى السلطة الخضرا بتاعتنا، البابا غنوج نتبّله، ونعمل كمان الرز الصيادية، بعد كده نرجع نشوف بقى السمك بتاعنا عشان يبقى طبعًا يتقدّم سُخن. إن السمك لازم يتقدّم سُخن عشان هو مش بيتاكل غير سُخن، يعني لو بِرِد شوية خلاص طعمه تحسّي إن هو بقى مش لذيذ يعني زي ما بيبقى إيه لسه معمول كده وطالع من النار. تمام، هنعمل بقى هنا الرز الصيادية بتاعنا بطريقة سهلة جدًا، بناخد شوية زيت نحط فيهم بصلاية مبشورة كبيرة حسب كمية الرز برضه، أنا مش باعمل يعني باعمل أقل من نُص كيلو عشان ما يقعدش عندي، لإن طبعًا رز الصيادية مش بيتاكل غير جنب السمك بس، فعشان ما يقعدش حرام وإن أنا أرميه أو لإني جرّبت برضه إن أنا أحطه في الفريزر ما بينفعش، وكمان شُفت فيديوهات إن هو بيبقى مُضر لو قعد في التلاجة، فباعمل على القد يا دوب بس كده إيه مش باكتّر. تمام. وهاخد بقى بعد ما البصلاية بتاعتي احمرِّت مش هاحط المَيّة، في ناس بتحب تحط على البصلة المَيّة وبعد ما المَيّة تغلي يحط الرز المغسول. تمام، فلأ أنا باعمل إيه، بُصّوا باشوّح الرز مع البصلة، ده بيخلّي الرز بتاعي مفلفل كده ويشرب من البصلة والتتبيلة بتاعتها، وبعدين بانزل بقى بالمَيّة، مش بنزوّد المَيّة لو الرز مصري عشان مش بيشرب مَيّة كتير، لو الهندي اللي أنا قُلت لكم عليه قبل كده بنزوّد المَيّة شوية. بس أنا بصراحة باحب الرز البلدي جنب السمك. تمام، بُصّوا هنا كان بقى إيه، البطاطس بتاعتي استوت، يبقى كده خلاص السمك تمام. يعني بنشوف بطاطساية كده لو استوت، يبقى كده تمام خلاص الصينية بتاعتي جهزت. كان ما شاء الله ويعني بُصّوا ما شاء الله كيلو السمك عمل لي كمية حلوة جدًا. آدي البابا غنوج بتاعنا أهو، هنحط عليه دول كانوا فصّين توم كده مفرومين، وهنحط طبعًا بقى البهارات بتاعته، كمون، شوية كزبرة ناشفة صغيّرين، والطحينة وملح خَل طبعًا وليمون، ونقلّب بقى كل الكلام ده، وأهم حاجة طبعًا الطحينة في الموضوع، وإحنا عملناها قبل كده مع بعض كذا مرّة في القناة، وطبعًا زي ما قُلت لكم في أول الفيديو إن هي معمولة في فيديو منفصل على القناة إن شاء الله للي يحب يعرف الطريقة، حلوة جدًا، أنا ما باشتريش طحينة من برّه خالص دلوقتي بصراحة، خلاص بقيت باعملها على طول في البيت، وحتى يعني باحاول على قد ما أقدر إن أكتر الحاجات اللي باستخدمها في البيت للولاد بابقى عاملاها في البيت. يعني تقريبًا دلوقتي ما بنشتريش غير الحاجات اللي هي إيه، اللحوم بقى، البيض مثلًا، الحاجات اللي هي مش هينفع إن إحنا نعملها في البيت. تمام، بس وآدي السمك بتاعي بقى هاخده في التتبيلة، أنا عملت إيه، شوية معلقتين دقيق بشوية مَيّة، وهنحط فيهم شوية بهارات، يعني شوية كمون خفاف خالص، شوية ملح، ونقلّبهم لحد لمّا تبقى عجين سايل، زي كإننا إيه، هنعمل كيك أو أخف شوية من قوام الكيك. تمام، وهننزل هنبدّر السمك الأول في الدقيق، وبعدين ننزل بيه في الخلطة دي، وبعدين
نرجّعه تاني للدقيق ودوقي أحلى بقى بجد بانيه، أحلى بانيه سمك يعني بجد ما شاء الله كان طعمه تحفة. أنا جرّبت كمان في الأول عملت حتّتين كده بالدقيق بس وحطيتهم في الزيت، وجرّبت حتّتين بالخلطة اللي أنا عملتها باللي هي بالدقيق والمَيّة دي، عشان أشوف الولاد هيقبلوا أنهي أكتر فيهم ودوّقتها لهم. هي بصراحة عجبهم الاتنين، بس عجبتهم اللي فيها الخلطة اللي هي مديّة الcrispy شوية أكتر، لإن التانية اللي بالدقيق بس نشفت شوية فبقت مقرمشة أكتر، فما حسّوش بطعم السمك فيها، لكن التانية اللي هي دي كان ما شاء الله بُصّوا بقى السمك من جوّه مستوي وطري، الطبقة اللي من برّه مقرمشة وcrispy فكان طعمه حلو جدًا، جدًا. يعني عجبهم جدًا وحمّرت لهم بقى شوية بطاطس كمان جنبه وسلطة خضرا سلطة طحينة والبابا غنوج، وكانت سُفرة ما شاء الله حلوة جدًا أهو قدّامكم، أنتم شايفين، يا رب يكون الفيديو عجبكم like بقى حلو كده منكم لو الفيديو عجبكم وهتجرّبوه، ولو جرّبتوه قولوا لي في الكومنتات كده وفرّحوني إن أنتم جرّبتوا وصفة من الوصفات وإن أنا قدرت أساعد ولو حد واحد في إن هو يعرف حاجة جديدة أو يجرّب حاجة جديدة، وأتمنى إن أنا أكون بجد عند حُسن ظنكم إن شاء الله، وأقدّم لكم كل اللي قدّرني ربنا عليه علشان أساعدكم أفيدكم، وأتمنى من ربنا إني دايمًا أسمع أخبار حلوة عنكم، ودايمًا تشجعوني إن أنا أكمّل بإذن الله، وأشوفكم على خير الفيديو الجاي، استنوا فيديوهات جاية جديدة جامدة جدًا، جدًا، جدًا. و انتظروا منّي كل جديد إن شاء الله، وأتمنى أشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.